طبعا امبارح كان في البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي الموفرة دي بتاعت لمة الأمهات قدام المدرسة. النهاردة عملت عليها أو جنبها مكرونة. جبت كده الطماطم وبصل وتوم. معرفش ايه اللي خلاني اعمل الطريقة دي في الصلصة، بس هي انا عامة ندمانة. ايوه، هعترف ان انا ندمانة. فمش مشكلة، سبتهم كده يتسلقوا كده مع بعض. وهنا بقى بدأت ان انا اسلق المكرونة. كنت عاملة مكرونة اللي هي الشرايط دي، ومعاها بعض من المكرونة الاسباجيتي. وبرضو معرفش ايه اللي خلاني عملت كده، الكمية كترت معايا، واللي هو طلعت مكرونة بينك مش مكرونة بصلصة. فبرضو مش مشكلة، كمان مرة. هنا بقى حطيت الزيت على النار. وبدأت ان انا احط المكرونة في المية علشان اسلقها. ده طبعا الروتين ده ما بعد الرجوع من المدرسة، عمايل الغدا يعني. ف حطيت كده المكرونه، وبدات كده ان انا احط بعض من البطاطسات علشان تتقلى. ده كده شكلها. وطبعا بقى اللي عجنت في العلبه اياها محطوطه، يعني زي ما هي بقيت اخد منها واقليها شبه الفلافل كده. بس قبل ما اقليها كنت بحطها في جيتار. وكمان طلعت كيس صلصة احطه على الصلصة الهبلة اللي انا عاملاها ورا دي. فهو الواحد اصلا بيرجع من المدرسة مش شايف، فاللي هو انا يا شفت عملت لكم غدا يا ما شفتش، بس انا كده يعتبر اكني ما شفتش. فهنا لما بكون فاتحه كيسين كده مع بعض بحب كده ادخله، مش عارفه اسمه خالف ومخلوف، او مش عارفه ليها اسم كده، علشان ما تقعش او تتكسر. جبت كده الهاند بلندر وفضلت بقى اضرب 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 اضرب. حسيت بقى ان هو الطماطم دي فيها حاجه غلط، ايه هي؟ انا مش عارفه. ففي الاخر اكتشفت ان هي محتاجه ان هي تتسبك اكتر من كده، فسبتها ان هي تتسبك اكتر من كده. وقلت يا بنتي استني وما تتعبيش اعصابك وكملي الغدا. فضلت برضو ان انا اضرب اضرب، حتى اصلا لونها باين ان هي اكنها الطماطم يعني فريش وانا بضربها يعني. فسبتها لحد لما اتسبكت. وكمان الكارثه الكبيره ان انا نسيت اصلا احط لها اي ماده دهنيه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، بس هو عامه بيبقى زيت وانا نسيته. فقلت يا بنتي مش مشكله، كملي بقى، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط. فولعت كده عليها النار تاني، وحطيت تقريبا كيس الصلصة وهحطه. والمكرونة كنت صفيتها وعمالة اقلب فيها وادوقها، لا ناقصها حاجة، في حاجة غلط اقسم بالله. هنا كانت استوت. هي حلوة بس مش هعملها تاني. اعملها كده بقى وانا بفرز بقى كده، بس مش هحط ولا البصل ولا الحاجات دي العادي، بس لما المكرونة قصدي الطماطم ترخص شوية. هنا بقى قلت احط حبة للحاج صاحب البيت، ومعاهم كده جنبهم كام واحدة بطاطساية من اللي احنا عملناها. قلت يا بنت كلك معلقتين كده اودي نفسك بيهم، وبعد كده صلي الظهر واقعدي بقى اعملي اكلي انتي بقى.